الا بغيتي تقول الكراغله هذا هو الكرغولي، ولكن الا ترجمتي اشنو كتعني الكرغولي بالنسبه ليا، يعني هي العامل الصهيوني او العامل الفرنسي. دابا هذا الشخص هذا حرق العلم المغربي في فرنسا. واش هذا السيد كيمثل الشعب الجزائري؟ بطبيعه الحال ما كيمثلش الشعب الجزائري، هذا كيمثل نفسه. هذا في ايامات الاستعمار غادي تلقى جدودو والاباء ديالو كانوا عملاء للمستعمر الفرنسي. فاهمين على هذه؟ تفاهمنا. نشوفوا واحد المغربي. الكراغيلة دابا كيصحاب لكم انكم من وقفتوا. هذا مغربي. واش هذا كيمثل الشعب المغربي؟ واش هذا؟ لا ويلي. واش هذا غيمثلني انا اجدادي كانوا كيحاربوا ضد المستعمر الفرنسي في جنب الى جنب مع الشعب الجزائري. واش هذا دابا مغربي غيمثلني انا؟ هذا ما كيمثلنيش انا وما كيمثلش المغاربه الاحرار، وهذاك الجزائري ما كيمثلش الجزائريين الاحرار. يعني لهذا انا كنقول لكم دائما الشعب الجزائري والشعب المغربي فهم شعب واحد، والعادو الاصلي والحقيقي هي فرنسا اللي ما زالت حتى الان كنخلصوا لها الضرائب. المغرب كيخلص والجزائر كتخلص. وباش تعرف هذاك القندوح مكلخ، يعني ذاك الجزائري حمار اللي حرق العلم ديال المغرب، كيفاش واحد البلاد كانت مستعمراك وعذبت جدودك واغتصبت الاجداد ديولك وعذبتهم اشد العقاب، والمغاربه هما اللي ساعدوك وهما اللي حاربوا معاك وفي جنبك، والجيش ديالك ديال البلاد ديالك بقياده بومدين دربوا في المغرب باش يخرجوا ذاك المستعمر الفرنسي. وتمشي انت وتحرق لديك البلاد وتعيش فيها في فرنسا بحالك بحال الكلب ناعس على الدص، وتنوض تحرق علام ديال واحد الناس هما اصلا خوتك. يعني المسلم اخو المسلم، وهذه هي العقيده ديالنا حنا. المسلم اخو المسلم في المكان، والعدو الحقيقي هو الفرنسي، والعدو الحقيقي هو بني كلبون بني كهيون بني صهيون ابناء قريده بني النضير. ولكن هذا شنو غتنتظر منه؟ مجمك مكلخ ما كيعرف